فما تغلطيش غلطتي في الموضوع ده. اهم حاجه الديكورات بتاعتك تبقى لايقه ولون بيتك، وبتتجاب بعد ما البيت بيتفرش عشان بنحدد الاماكن اللي احنا عايزين نحط فيها الديكورات. يعني ما ينفعش انزل كده شويه حاجات عجباني فاجيبها وخلاص زي ما انا عملت، وبعد ما جبتها ما لقيتلهاش مكان مناسب ليها. اول حاجه وهي الساعات، والساعات بتفرق جدا جدا في شكل البيت، بالاخص الساعات اللي بتتلزق على الحيطه اللي بتكون شكل معين او كلمه معينه. تابلوهات، والتابلوهات دي ما بتقدمش ايا كان بقى، اللي هي بتكمل بعضها، اللي عليها رسمه مثلا ومقسومه جزئين، او مثلا تابلو واحد كبير. التابلوهات حلوه جدا، بس ما تجيبيهاش مرسوم عليها اشخاص. ممكن تجيبي كمان ايه قرانيه تكون مكتوبه بشكل شيك، دي بتفرق جدا في الديكور. كمان هتجيبي شياله الكحك وبونبونيره وطبق الفاكهه، سواء هتجيبيهم في طقم او كلهم لون واحد ويكونوا لايقين كمان على بيتك. جيبي فازات تكون مودرن وتكون ماشيه مع اللون بتاعك المناسب لبيتك. وحلو قوي الفازات اللي بتكون حجمين او 3، بجد بيبقى شكلها تحفه. هتجيبي الطفايات تبقى كرييتيف، ما تبقاش مثلا كده اللي هي الكريستال العاديه، ممكن نجيب واحده كريستال عاديه ونجيب حاجه كده كرييتيف. هتجيبي بقى ممكن مثلا في اوضه الاطفال او حاجه تجيبي اباجوره شكلها حلو لايقه على اللوك او لايقه على المكان. عارفين المنبهات اللي نازله بيكون شكلها حلو كده وبتبقى بتنور وبتعمل حاجات كده شكلها حلو، دي برضو بتبقى حلوه قوي. هتجيبي كمان ديكورات كريستال اللي هي بتبقى عامله زي الازاز كده، بتبقى شفافه لكن بتدي شكل حلو جدا جوه النيش او على البوفيه. في منه كمان شمعدان كريستال حلو قوي. هتجيبي ورد تحطيه في بعض الزهريات بتحطي فيها ورد، وفي ورد عامه تجيبيه تحطيه كده مثلا كانه بوكيه كده مع بعضه. وكمان ممكن تجيبي زرع صناعي يتحط في كورنر كده من البيت. عموما الزرع الصناعي بيفرق جدا ما بين مثلا كرسيين في زاويه من البيت. ممكن تجيبي زرعه كبيره بتبقى حلوه قوي وبتدي شكل تحفه. وفي زرع دلوقتي صناعي شبه الطبيعي بالظبط، ما تفرقهوش خالص. هتجيبي علبه مناديل يبقى شكلها حلو عشان نحط جواها المناديل. مبخره، والمبخره دي بقى من الحاجات اللي تحفه جدا في جهاز الكعروس. وكمان ما تنسيش تجيبي فواحه شكلها حلو اللي هي بتبقى شبه الفازه دي، بتبقى حلوه جدا وبتعملي لها تايمر كل شويه كده، بتديكي ريحه حلوه جدا في المكان. ودي شويه ديكورات هتحتاجيها في بيتك بعد ما تفرشي. خدي بالك من بعد ما تفرشي دي، ولو عايزه كل الحاجات دي مكتوبه في قائمه ابعتيلي وهبعتها لك على طول. وبس كده، يلا باي.